تعويم الدرهم المغربي ما هو؟ ولماذا يعد خطوة مهمة؟ في سنة 2018 اتخذت المملكة المغربية خطوة جريئة في مسارها الاقتصادي تمثلت في الشروع في تعويم جزئي للدرهم المغربي. هذه الخطوة لم تكن مجرد تعديل بسيط في السياسة النقدية، بل كانت تحولاً استراتيجياً نحو نظام أكثر مرونة في تحديد سعر صرف العملة الوطنية. لكن ما معنى تعويم الدرهم؟ تعويم العملة هو أن يترك تحديد قيمتها مقابل العملات الأجنبية الأخرى لقوى العرض والطلب في السوق، بدلاً من أن يتحكم فيها البنك المركزي بشكل صارم. في حالة المغرب لم يتم الانتقال بشكل كامل إلى نظام التعويم الحر، بل اختار البنك المركزي نظاماً مرناً تدريجياً، حيث يتم تحديد سعر الدرهم داخل نطاق محدد يتحكم فيه جزئياً بنك المغرب. الهدف الرئيسي من هذه الخطوة كان تعزيز قدرة الاقتصاد المغربي على امتصاص الصدمات الخارجية مثل تقلبات أسعار النفط أو الأزمات المالية العالمية، إضافة إلى دعم تنافسية الصادرات المغربية وتحفيز الاستثمار الأجنبي. ومع ذلك لم تكن هذه الخطوة خالية من التحديات، فالكثير من المواطنين كانت لديهم مخاوف من أن يؤدي تعويم الدرهم إلى ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، خاصة إذا انخفضت قيمة العملة بشكل كبير. ولهذا السبب اتخذت الحكومة المغربية والبنك المركزي منهجاً تدريجياً ومدروساً لتفادي أي اضطرابات اقتصادية أو اجتماعية. اليوم وبعد مرور عدة سنوات على بدء هذا الإصلاح، ما زال المغرب يسير بخطوات حذرة نحو المزيد من تحرير العملة في إطار رؤية اقتصادية شاملة تهدف إلى جعل الاقتصاد المغربي أكثر مرونة واستعداداً لمواجهة تحديات العولمة. تعويم الدرهم المغربي هو خطوة إصلاحية جريئة تحمل في طياتها فرصاً كبيرة، لكنها في الوقت نفسه تتطلب إدارة حذرة وتدابير مرافقة لحماية الفئات الهشة من الآثار السلبية المحتملة. وبين التحديات والمكاسب، يبقى نجاح هذه التجربة مرهوناً بمدى قدرة المغرب على التوازن بين تحرير السوق والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. لا تنسى الاشتراك معنا ليصلك كل جديد.